وبنحب اسمه، نعم. لأنه الحسين مغروس في ضمائرنا جوا. الحسين الأول نعم. والحسين الثاني نفس الأخلاق، نفس طريقة الحديث، نفس الصفاء، نية، نقاء، أمير. آه، من أحلى ما يكون ومن أجمل ما يكون ومن أطيب ما يكون. ما شاء الله. تحس إنك قاعد مع ابنك أو مع أخوك، نعم مع التربية. أبوك. ها؟ نعم التربية، نعم التربية. يا سلام يا سلام. هاي تربية يعني جلالة سيدنا الملك عبد الله أنا وجلالة عشت الله الملك. يرحمه، يعني كان يجينا كل يوم على سلاح الجو الملك حسين. أنت بتذكر في بتحس مناقب ننسى جده. مرات، ننسى بعض الضباط إنه الملك قد ما ياكل معنا بندورة وبيض، عايش معنا ورحمة الله عليه. والحسين اليوم أول مرة بقعد معه أسولف أنا وياه، يا الله ما أطيبه، ما أرقاه، ما شاء راقي، الله. محب للناس، محب للوطن، آه. محب سبحان الله العظيم. أي. نعم البطن اللي نعم أنجبته. نعم نعم ونعم والله. أي. إنه تربية جلالة وبعدين سيدنا ترباية، شو بدي أقول لك، وجلالة يعني الملكة. مليء، محب لوطنه ومحب لأمته، أي. ديناميكي، سريع الخاطر، سريع البديهة، ينتبه لكل كلمة تقال أمامه. وبعدين زارك عريس عمي، عريس. علينا. أي. وبعدين سيدنا الله يطول عمره جلالة الملك مركن عليه الآن، يعني يمثل سيدنا في المحافل الدولية بطولة في الداخل عمره. والخارج. إيه بطولة يحضر عمره. مؤتمرات ليل نهار. أي. لم نسمع أنه دخل بار، سبحان الله. لم نسمع أنه دخل ملهى، لم سبحان نسمع الله. أنه كان صاحب قزازة. سبحان يعني الله. كل عمله وطني. واذكر أعطى سبحان محاضرة في أمريكا قبل 20 سنة أو 15 سنة، يقول للعالم كيف ليش تصنعوا الدمار الشامل للناس والموت بدل ما تطعموهم الناس فقراء جياع ما عندهم يأكلوا، أي. ما عندهم يأكلوا، وانتم تصنعونهم بالمليارات وبالتريليونات، تصنعونهم أسباب القتل وأسباب الدمار. أي. انتبهوا، اصحوا يا عالم. نعم ما شاء الله. الناس بحاجة إلى القوت، الناس مش بحاجة للموت. ما شاء الله ما شاء أنا الله. سمعت محاضرة له إيه كمان نعم. قبله بأيام. جلالة الملك خطب في الكونغرس الأمريكي وفي دافوس. النواب والأعيان الأمريكي، و 14 مرة وقوفا وجلوسا يصفقوا له الأعيان والنواب الأمريكان. كانت نانسي بلوسي واقفة وراه، وديك تشيني كان قاعد بكرسي ما بيمشيش، قاعد بكرسي ويصفق. وبعدها بمدة أنا كنت في مجلس النواب، سافرنا إلى المغرب وسألون النواب المغاربة شو الملك تبعكم هذا إشي 14 مرة يوقفوا له الأمريكان، النواب والأعيان، الكونغرس والسنت هم يوقفوا للكلمة الطيبة التي يراها جلال سيدنا دائما مفتاح كان يعني مدافع عن القضية الفلسطينية، مدافع عن قضايا أمته. أنا بتذكر حرب الجزائر كان يحثنا على المظاهرات. سبحان الله. الأردنيات شلحوا الحلق والأساور والخواتم وتبرعوا فيها للجزائر. وبتذكر العدوان الثلاثي على مصر 56 كان يحثنا على المظاهرة، وكان طلب من عبد الناصر يفتح جبهة من هون، من عنا من هون. وترجى جمال عبد الناصر قال يا جلالة الملك حتسقط الضفة الغربية إن دخلت. لأن هذه كانت بعدين حرب العراق الأخيرة هذه اللي راح فيها صدام، ما تخلى عن العراق، لم يتخلى عن الجزائر بمحنتها، الملك حسين لم يتخلى عن أيام العدوان الثلاثي بمصر، لم يتخلى عن مصر. وحرب العراق بالثلاثة أيام صدام رحمة الله على صدام، لم يتخلى عن العراق. دائما الحسين مع أمته، والهاشميين لا يستطيعوا أن يتخلوا عن أمتهم أبدا. إذا عم الشيخ برجس في هذا اليوم الذي زاره عريس المملكة الأردنية الهاشمية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله غانما بارا بوالديه
غانما بأخلاق الهاشميين. الأمر الذي جعل عم الشيخ برجس الحديد يتذكر هذه المآثر الطيبة للهاشميين من أجداده إلى والديه إليه شخصيا، عريس المرحلة بامتياز في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية. وعم الشيخ برجس ما زال لم يؤدي قيلولته، ونحن نلاحقه بهذه الجلسة الطيبة، وهو من الفجر حتى الآن بين أدعية وصلوات ليرفع شأن الأردن غانما وشأن أبنائه، وكل الخير لكل الأردنيين. وعم الشيخ برجس يرى الخير كله لهؤلاء جميعا وإلى ابنه البار المهندس معالي المهندس نضال الحديد، وهو جوهر الحب في بصيرة عم الشيخ برجس، نعرفه منذ سنوات. هذا هو حبه، وهذا هو إيمانه، وهذا هو يقينه في المملكة الأردنية الهاشمية، مصلحا غانما وشيخ للقضاء العشائري، صورة عن بنية العقل الأردني مرة أخرى، ودائما الأردن أولا. وشكرا. شكرا يا دكتورة، شكرا.